الفيديو ده هاشرح اللوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن هو supervised learning algorithm بيستخدم في الكلاسيفيكيشن بروبلمز. الكلاسيفيكيشن بروبلم اللي بتنبأ فيها بديسكريت كاتيجوريكال فاليوز، بمعنى ان انا بتنبأ بفئة ضمن مجموعة فئات انا عارفاها مسبقا. زي مثلا يعني اتنبأ بان الايميل ده سبام ولا نوت سبام. دي الكاتيجوريز اللي موجودة عندي وانا عارفاها مسبقا. الاوتبوت بتاعي لا اما سبام لا اما نوت سبام، مش هيطلع حاجة تانية غير الاثنين دول. في حالة ان انا يبقى عندي تو كلاسز بس، دي بتبقى اسمها باينري كلاسيفيكيشن بروبلم. في الفيديو ده هنشتغل على بروبلم واحدة طول الفيديو، وهي التيومر اللي عندي هتبقى بيناين ولا مالجننت. ده اللي هنحاول نشتغل فيه طول الفيديو ونحل المشكلة دي، ونشرح كمان عليه اللوجيستيك ريجريشن. فأول حاجة احنا بنعمل فيجواليزيشن كده للداتا اللي موجودة عندي. أنا عندي فيتشر واحدة بس وهي التيومر سايز، وعندي الليبل هو حاجتين، لا اما التيومر الخليه اللي موجوده عندي دي لا اما تبقى حميده لا اما تبقى خبيثه، اللي هي بيناين او مالجننت. البيناين بنحطها ان هي كزيرو، والمالجننت ان هي واحد، هي بس انا عبرت عنهم بزيرو 1 بدل ما اكتب بيناين ومالجننت. وبعد كده عملت لهم بلوت بسكاتر بلوت كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. البوينتس الزرقاء دي هي البيناين، والاكسات الحمراء دي المالجننت. كل واحده بتنتمي لكلاس معين. قبل ما نبدا نشرح في اللوجيستيك ريجريشن، هنحاول بقى نطبق موديل احنا عارفينه قبل كده، هو اللينير ريجريشن، ونعرف هو ليه مش مناسب في حاله الكلاسيفيكيشن، وليه هيفشل في الدراسات الخاصه بالكلاسيفيكيشن. اول حاجه الداتا كانت موجوده عندي، احاول اعمل احسن فيت لاين، احسن لاين بيفت الداتا يعني، وهنعتبر ان اللاين ده هو احسن لاين بيفت الداتا. وبعد كده هنحاول نتنبأ بنقطه جديده زي النقطه الزرقاء اللي انتم شايفينها فوق دي، ونشوف الاوتبوت اللي طالع من النقطه دي. لو لاحظنا انه الاوتبوت اللي طالع من الموديل هو 1.6، يعني 1.6. طب ايه ده بقى؟ انا عندي في الكلاسيفيكيشن انا عايزه النتيجه لا اما تبقى 0 لا اما 1، بناين او مالجنت، مفيش حاجه اسمها 1.6. انا عايزه لا 0 يا 1. طيب دي مشكله، هنعمل ايه بيها في المشكله دي؟ هل ليها حل؟ ايوه ليها حل. في حد ممكن يقول لك طب ما انا ممكن اعمل حاجه اسمها ثريش هولد، يعني احط قيمه اللي هي مثلا نص. لو القيمه اللي طلعت لي من الموديل اكبر من النص هقول ان هي تبع كلاس 1. طب لو اقل من النص اقول تبع كلاس 0. يعني انا مثلا هنا طلع لي 1.6، فدي اكبر من النص، خلاص اقول عليها في كلاس 1. ودي فعلا حلت لي المشكله، مش دي المشكله الحقيقيه اللي موجوده عندي. طيب وده بيودينا لحاجه اسمها الديسيجن باوندري. الديسيجن باوندري هو حاجه مهمه جدا في الكلاسيفيكيشن بروبلمز، ان انا بيبقى مهم عندي يبقى موجود خط بيفصل ما بين الكلاسز. يعني انا هنا لو جيت عند الثريشولد اللي هو النص وعملت اسقاط او بروجكشن على اللاين بتاعي اللي هو اللينير ريجريشن لاين، واسقاط برضه بشكل عمودي، وطلعنا بالخط ده. الخط ده اسمه الديسيجن باوندري، الخط الفاصل ما بين الفئات. الخط ده مهم نعمله في اي كلاسيفيكيشن بروبلم. لو بصينا بقى على الخط ده، الخط ده هو فاصل فعلا ما بين الفئات، لانه على يمين الخط هنلاقي ان هي كلها كلاسز من ال تتبع يعني الكلاس 0، ولو لقينا على يمينها هتلاقيها ان كل النقط اللي موجوده يعني تتبع كلاس 1. والخط ده فعلا فصل بطريقه كويسه بين الفئات. يبقى انتوا كده عرفت مصطلح مهم اللي هو الديسيجن باوندري. طيب نروح بقى للمشكله الحقيقيه. لو جيت ضفت نقطه جديده زي النقطه اللي انتوا شايفينها الاكس اللي لونها ازرق دي نقطه جديده في الداتا، فتقول عليها اوتلاير، قيمه كده بعيده عن الداتا. ضفت النقطه، طبعا احسن لاين بيفت الداتا هيتغير برضه، فهيبقى الخط الاسود اللي انتوا شايفينه الجديد ده. وكذلك برضه الديسيجن باوندري اللي احنا رسمناه اللي هو الخط ده برضه، اللي هو بيفصل ما بين الفئات. بعد ما رسمنا الخط الجديد بتاعنا وشفنا الديسيجن باوندري وبصينا على شماله وبصينا على يمينه، هنلاقي ان بقى على شماله في اكسات، وبقى فيه برضه الدوائر الزرقاء، الدوائر الزرقاء والدوائر الحمراء. يبقى النقط الاكسات قصدي الحمراء دي هي اتصنفت غلط، ان هي كده اتصنفت على انها كلاس 0 وهي اصلا في الاساس كلاس 1. ودي بنسميها الميس كلاسيفايد بوينتس. ولو خدنا بالنا ان هو تغيير بسيط اضافه نقطه او تغير في الداتا خلت الموديل انستيبل وطلع لي نتائج غلط، وطلع لي ميس كلاسيفايد بوينتس. يبقى هنا بنستنتج انه اللينير ريجريشن فشل في الدراسات الخاصه بالكلاسيفيكيشن،
وإن هو unstable، فهينتقل على موديل جديد learning algorithm جديد اسمه اللوجيستيك ريجريشن. إيه بقى فكرة اللوجيستيك ريجريشن؟ فكرة اللوجيستيك ريجريشن إن هو بيقول لك بدل ما اشتغل على أرقام عشوائية، إن هو يطلع لي أي رقم في الدنيا، وإحنا فعلًا في linear regression كان بيطلع لنا أي رقم ممكن بعد ما أعوض في linear equation. أنا عايزة أحوّل الأرقام اللي بتطلع لي دي لprobabilities، يعني قِيَم ما بين ال0 وال1. دي فكرة الlogistic regression. طيب هو هيعمل كده إزاي؟ يعمل كده عن طريق حاجة اسمها الsigmoid function. بيقول لِك أنا عندي الlinear equation بتاعة الlinear regression اللي هي wx plus b، بيدخّلها على function اسمها function الsigmoid. function الsigmoid دي بتعمل إيه؟ بتعمل mapping لأي number لرقم، الرقم ده يكون probability، يعني الرقم بيبقى الناتج بتاعها ما بين ال0 وال1، فأنا كده حوّلت أي رقم لprobability. دي معادلة السيجمويد، دي معادلة السيجمويد اللي أنتم شايفينها، اللي هي G of Z equal 1 plus E to the power negative Z. يبقى إحنا خدنا الlinear equation ودخّلناها على الfunction دي، طلّع لي probability، يعني قيمة ما بين ال0 وال1. يعني كده أنا نجحت في إن أنا كنت عايزة أصدّره. أنا كنت عايزة أحوّل الnumbers لprobability. طيب أنا عايزة أشوف شكل الsigmoid function دي. شكل الsigmoid function أهي زي ما أنتم شايفين، هي شكلها زي ما يكون شكل الS curve. فلو خدتوا بالكم الZ ده الX axis بتاعها، ودي القيم اللي بتدخل للsigmoid function، هي ممكن تكون ما بين ال negative infinity to the infinity، يعني ممكن تاخد أي قيم في الدنيا، ودي القيم الناتجة من معادلة الlinear regression. بندخّلها في الآخر الoutput بيبقى نتيجة ما بين ال0 وال1، وده اللي أنا عايزاه. لو لاحظتوا ما فيش جزء خالص في النيجاتيف أو حاجة مختلفة، هي كل النواتج يا إما 0 يا إما 1 واللي بينهم. طيب المعادلة اللي أنتم شايفينها دي هي اسمها معادلة اللوجيستيك ريجريشن. يبقى المعادلة اللي أنتم شايفينها دي معادلة اللوجيستيك ريجريشن. طيب أنا دلوقتي أنا عايزة أفهم، أنا بعد ما حولت النمبرز لprobabilities أنا كده يعني استفدت إيه؟ والprobability اللي طلعت لي دي معناها إيه؟ ما أنا برضه مش فاهمة. طيب زي ما أنتم شايفين أنا قُلت لكم إن دي الequation بتاعة اللوجيستيك ريجريشن. طلعت لي probability لإن أنا دخلتها على السيجمويد. نفترض مثلًا النتيجة اللي طلعت من الfunction دي هي 7/10. معناها إيه ال7/10؟ معناها إن آآ الموديل بيقول إن هو متوقع إن هو يبقى class 1 بنسبة 70%. ده معنى ال7/10 اللي طلع. طيب الموديل متوقع إن هو يبقى class 0 بنسبة قد إيه؟ إحنا عارفين إن إحنا عندنا احتمالين، يا إما class 0 يا إما class 1، مش هيبقى حاجة تالتة. فإحنا عارفين مجموع الاحتمالات بيبقى 1. هو قال إن هو متوقع إن هو class 1 بنسبة 7/10، يبقى class 0 بنسبة قد إيه؟ 1 minus 7/10 يبقى 3/10، يبقى هو متوقع بنسبة 30%. حلو، يبقى إحنا كده فهمنا معنى الprobability اللي طلع. دي طريقة للصياغة أو لكتابة اللي أنا قُلته لكم دلوقتي، إن هو الfunction دي معناها إن هو probability إن هو يطلع بclass 1 given إن هو عنده الparameters دي و given الX. آمم دي بتبقى موجودة في المراجع يعني العلمية، بتتكتب بالطريقة دي، بس أهم حاجة أنتم فهمتوا الفكرة بتاعتها. طيب هنا بيقول برضه إنه y equal 0 دي إن هي not malignant y equal 1 اللي هي malignant يعني. طيب ده بيودينا لحاجة اسمها الديسيجن باوندري. طيب إحنا طلعت لنا الprobability اللي هي 7/10 دي، وقلنا إن هو معناها إنه الموديل متوقع بنسبة 70% إن هي يبقى class 1. أنا عايزة بقى حاجة أمشي عليها عشان أشوف النتيجة بتاعة الprediction بتاعتي عاملة إزاي، حاجة أفصل بيها. طيب بنحط حاجة اسمها الthreshold. الthreshold ده أنا قُلت لكم عليه في أول الفيديو. هو إحنا بنقول إنه لو الprobability دي أكبر من النُص هتبقى class 1، لو الprobability دي أقل من النُص يبقى class 0. يبقى أنا كده قدرت أحسم النتيجة اللي طلعت لي. طيب في حاجة فكرت فيها؟ أكيد، إنه إحنا قلنا النُص ده هو الthreshold، هو الخط الفاصل ما بينهم. لو أكبر منه هيبقى class 1، لو أقل منه هيبقى class 0. طيب حد فكر لو طلع القيمة بتاعة الprobability نُص بالضبط، ده معناه إيه؟ إحنا كنا قايلين إن هو متوقع بنسبة 50%
هيبقى كلاس 1 وهيبقى 50% ان هو كلاس التاني. ده معناه ان هو الكلاسين نفس النسبه، مفيش كلاس اكبر من كلاس. طب كده الموديل مش متاكد. هنقدر نقول ان النقطه دي اللي فيها ما قررش، يعني هو الخط الفاصل بالظبط اكبر منها هنعرف الموديل قرر ايه، اقل منها نعرف الموديل قرر ايه برضه. فنقدر نقول انه عند الفانكشن لما النتيجه بتاعتها ايكوال نص، ده قيمه الديسيجن باوندري. لو بصينا في الرسمه بتاعت السيجمويد هنلاقي عند نص الزد ايكوال 0، وعارفين الزد دي هي عباره عن ايه؟ الزد دي هي اللينير ايكويشن اللي موجوده عندنا. فنقدر نقول ان لو عايزين قيمه الديسيجن باوندري نساوي الزد بالزيرو. ولو بصينا برضو على قيمه الزد لما هي تبقى اكبر من الزيرو يبقى كده كلاس 1، لما تبقى اقل من زيرو يبقى دي كلاس 0. حلو قوي. طيب احنا قلنا ان احنا لو عايزين الديسيجن باوندري بنساوي اللينير ايكويشن اللي عندنا، او ممكن نسميها الزد بالزيرو. حلو. ده مثال ليها. عندي تو فيتشرز ورسمت الديسيجن باوندري، كان خط بالمنظر ده وفعلا قدر يفصل ما بين الكلاسز، فوقيه اكسات وتحتيه هو الدوائر دي. طيب سؤال تاني، الديسيجن باوندري هو دايما عباره عن خط مستقيم؟ لا، الديسيجن باوندري ممكن يبقى خط وممكن يبقى كيرف على حسب طبيعه الداتا اللي موجوده عندي وعلى حسب برضو الايكويشن اللي موجوده عندي. طيب دلوقتي عايزه اعرف بقى هعمل تريننج لللوجيستيك ريجريشن ازاي. انا عندي التريننج سيت كامله هنا، عندي التيومر سايز دي فيتشر، عندي فيتشر تانية عمر المريض اللي موجود عندي، وعندي هنا الليبل اللي هو 0 ولا 1، وهنا الاي دي هي التريننج اكزامبلز، والجي دي هي الفيتشرز اللي موجوده عندي، يعني عدد الفيتشرز. هنا اعتبرنا ان عندي تو فيتشرز مثلا، والتريننج اكزامبلز هو عدد الروز اللي موجوده في التيبل اللي موجود عندنا. طيب آه احنا عارفين ان احنا اول حاجه بنستخدم اللينير ايكويشن. بعد ما نستخدم اللينير ايكويشن احنا بندخلها على السيجمويد. طيب هي اللينير ايكويشن دي مش ليها بارامترز عادي زي نفس اللي كنا بنعمله في اللينير ريجريشن؟ ليها بارامترز. طيب البارامترز دي ايه احسن قيم للبارامترز دي وهنحددهم ازاي؟ هنا بنروح برضو لنفس اللي احنا كنا بنعمله، كنا بنحسب حاجه اسمها الكوست فانكشنز. كوست فانكشن في اللينير ريجريشن كنا بنستعمل حاجه اسمها السكويرد ايرور كوست فانكشن، وكانت دي المعادله بتاعتها. كنا بنحسب المعادله بتاعه الموديل بتاعي، بنطرحها من القيمه الحقيقيه وده القانون بتاعها. طيب هنا المعادله بتاعه اللوجيستيك ريجريشن مختلفه. لو عوضنا في السكويرد ايرور كوست فانكشن الرول بتاعها هنلاقي ان هي ما طلعتش زي ما طلعت في اللينير ريجريشن. في اللينير ريجريشن كان الشكل اللي طلع عندنا كونفكس فانكشن. يعني ايه كونفكس؟ يعني ايه كونفكس فانكشن؟ يعني ليها لوكال مينيمم واحده بس، نقطه واحده بس هي اقل نقطه في الكيرف. لو عوضنا بقى في حاله اللوجيستيك ريجريشن الفانكشن بتاعته اللي هي دي في الكوست ايرور، في السكويرد ايرور كوست فانكشن دي، هنلاقي ان الشكل طلع عندنا بالمنظر ده. طب ايه الشكل ده؟ نون كونفكس. يعني ايه نون كونفكس؟ يعني ما فيش نقطه واحده بس اللي هي اقل نقطه في الداتا، هي في تعرجات كده. فالتعرجات دي ممكن تسبب لنا مشكله، اكيد هتسبب لنا مشكله، لانه هتسبب مشكله في التريننج بتاع الجريدينت ديسنت. هيفتكر ان النقطه دي هي اقل نقطه في الداتا، وفي الحقيقه ان هو في اكتر من لوكال مينيمم، فمش هيطلع نتائج كويسه مع الجريدينت ديسنت زي دي. ان هو هيعدي بدي هيفتكرها خلاص اللوكال مينيمم، هيفتكر ان هو وصل لاحسن نتيجه في الحقيقه ان هو ما وصلش لاحسن نتيجه ولا حاجه، في نتيجه احسن منها اللي هي اللي انتوا شايفينها دي، مش دي ولا دي ولا دي. فده بيودينا بقى الكوست فانكشن خاصه باللوجيستيك ريليشن، وهي اسمها اللوج لوس فانكشن او اللوجيستيك لوس فانكشن، وساعات بنسميها الكروس انتروبي. الفانكشن دي المميز فيها او المناسب فيها، يعني ان هو احنا بنستعملها في اللوجيستيك ريجريشن ان هي كونفكس فانكشن زي دي بالظبط. كونفكس فانكشن يعني فيها جلوبال مينيمم، ما بتسببش مشاكل في الجريدينت ديسنت زي ما كانت بتسبب السكويرد ايرور مع اللوجيستيك ريجريشن. طيب لو خدتوا بالكم هنا اللوس فانكشن هي مش واحده، هي اتنين. في لكل كلاس في كوست فانكشن خاصه بيه، وده منطقي لانه الايرور لما اطلع انه كلاس 1 وهو كلاس 0 غير لما اطلع انه كلاس 0 وهو كلاس 1. فعلى حسب هو انهي كلاس هتختلف طريقه حساب الكوست فانكشن. فهي كده معرفه على قاعدتين. اللوس فانكشن دي اللوج لوس
function cost function خاصة بالlogistic regression جاية من تكنيك أو فكرة اسمها الmaximum likelihood estimation. الفكرة دي بتقام على إيه يعني أو شغالة إزاي؟ شغالة إن أنا باحاول أعلّي الprobability بتاعة التوقعات الصح. مش مطلوب منك تعرف أكتر من كده عن الجزء ده، وممكن بعد كده أشرح يعني بالتفصيل فكرة الmaximum likelihood estimation لو حد عايز. طيب، عايزين بقى نعرف أو نعمل recap سريع كده training الlogistic regression بيتم إزاي. إحنا قُلنا إنه في البداية زي linear regression بنحسب عادي الlinear equation اللي هي WX+B. بعد كده إحنا عايزين نعمل mapping للnumbers دي إن هي تبقى في صورة probabilities قيم ما بين ال0 وال1، فنapply السيجمويد على الlinear function دي اللي هي WX+B، وممكن نقول عليها الZ زي ما أنتم شايفين إن هي كانت الinput بتاعة السيجمويد function. بعد كده بنapply الloss على الfunction بتاعة الlogistic regression اللي هو كان الlog loss أو الcross entropy. ماشي. بعد كده بقى بنupdate الparameters باستخدام الgradient descent لحد ما الerror يقل بنفس طريقة الgradient descent العادي. بنupdate الparameters. في فيديو مستقل أنا كنت شارحة فيه الgradient descent، ممكن أبقى أسيبه في الdescription. بس كده أتمنى تكونوا فهمتوا الlogistic regression شغال إزاي، وفي الفيديوهات الجاية بقى هاشرح إزاي بنعمل evaluation للموديل بعد الtraining عن طريق الconfusion matrix وغيرها. بس كده.